السلام عليكم. فيديو جديد غنشوفوا فيه بداية انطلاق البطولة الوطنية من جديد بعد التوقف اللي عرفته الساحة الكروية المغربية. انطلقت الجولة العاشرة يوم أمس بلقاء الافتتاح اللي كان ما بين فريق اتحاد تورقة والفتح الرباطي اللي انتهى بالتعادل السلبي 0 لمثله. هذه المقابلة مكانش فيها بزاف يعني ما يتقال الا فقط ضربة جزاء اللي اعلن عليها الحكم بعد الرجوع للفار تم الالغاء ديالها. التساؤل الوحيد كاين في هذه المساله هذه كي سائر المقابلات وتعودنا على هذا الشيء هذا، وانه الفار كياخذ ديما الوقت بزاف باش ياكد او يلغي او يصحح او الى ما غير ذلك من قرارات. المقابله الاخرى جمعت ما بين مولوديه وجده وحسنيه اكادير، وعرفت الفوز الاول لفريق مولوديه وجده في بطوله هذا الموسم هذا. اللقاء اللي انتهى بهدف 1-0. غادي نشوفوا اللقطه اللي جاء على اثرها الهدف. كانت ضربه خطا بالنسبه للمولوديه الوجديه تقريبا في وسط الميدان، تم التمريره ديالها بتمريره طويله الى الجناح الايسر. من بعد غادي نشوفوا يعني كيفاش غادي يتوغل، وكنشاهدوا من خلال هذه الصوره هذه يعني تمركز اللاعبين مهاجمي فريق مولودية وجده لا مدافعي او لاعبي فريق حسنيه اكادير. وخاصه هنا في اقصى الشاشه على اليسار في الاسفل كنشاهدوا لاعب مسجل الهدف منين غادي ينطلق، وحتى لاعب حسنيه اكادير، وغنتابعوا اللقطه وغادي نشوفوا كيفاش يعني كانت المراقبه وكيفاش التسلل وتمكن اللاعب انه يسجل الهدف. فمن بعد يعني هاد التمريره هذه لاعبي مولوديه وجده حاولوا يعني التوغل وايجاد المنفذ. كنشاهدوا هنايا عاوتاني من خلال هذه اللقطه كيفاش مسجل الهدف قريب منه مدافع حسنيه اكادير. وعلى مشارف مربع العمليات كنشاهدوا لاعب اخر من حسنيه اكادير اللي واقف كيراقب مزيان، ولكن هذيك الوقفه غادي نشوفوها في تتمه الصوره ما كانش خاصها تكون بحال هكاك، لانه اللاعب تمكن من التوغل داخل مربع العمليات وتمكن من استلام الكره، وغادي يكون تقريبا امام زاويه سانحه للتسديد الى المرمى. فهنا كنشاهدوا كذلك على مشارف مربع العمليات اللاعب عاد فطن لهذه المساله هذه وبغى يتدخل، ولكن كانت الكره وصلت عند المهاجم في مربع العمليات. وكذلك مسجل الهدف كنشاهدوه باقي جاي على مشارف مربع العمليات، فكيفاش كيتسلل وكيولي هو اللي سابق المدافع. فهنا كان سوء تقدير لاعبي دفاع حسنيه اكادير، لان خاصه على مشارف مربع العمليات او بداخل مربع العمليات فكيخص دائما يكون المدافع امام المهاجم، ماشي يكون العكس، باش يكون الاسبقيه عند المدافع في حاله ما ارتدت الكره او تمكن من يعني من ابعادها او ابعاد الخطر على المرمى. الشيء اللي ما تاتاش لهم هنايا، حيت كنشاهدوا من بعد التسديده الحارس دخل وارتدت الكره وكتلقى مباشره المهاجم امام تقريبا نقولوا شباك فارغه. فهنا كان سوء تقدير لاعبي حسنيه اكادير وتمركز لاعبين اللي كانوا على مشارف مربع العمليات. نورمالمون كان خصهم يعني يفطنوا لهذه المساله، وهذه كملاحظه تقريبا كثره دائما في المقابلات الوطنيه عند جميع الفرق، حيث ان اللاعب المغربي الا ما كانتش الكره ملعوبه في المكان اللي هو كيتواجد فيه فالاكثريه منهم كيبقى غير كيراقب وكيشاهد. فهذا خطا، لان خاصه على مشارف مربع العمليات او داخل مربع العمليات هذه المناطق الخطيره او الحساسه كيخص يكون الحراسه اللاصقه. فهنيئا للفريق مولوديه وجده باول فوز في هذا الموسم هذا. نتمنوا على انه اللاعبين ينتعشوا بهذا الفوز هذا وتعطيهم واحد الدفعه معنويه باش يباشروا المقابلات القادمه. وحد اوفر الفريق حسنيه اكادير. فالى فيديو اخر، سلام عليكم.